أهلا بيكم في الحلقة 42 من حلقات سينما مصر في القرن العشرين. سنة 1986 علي بدرخان دخل في تحدي صعب جدا، تحدي من أصعب التحديات في تاريخ السينما المصرية. إزاي تحول أعظم رواية لأعظم أديب عربي إلى فيلم؟ الرواية هي الحرافيش للأديب الكبير نجيب محفوظ، والفيلم كان الجوع. إخراج علي بدرخان، سيناريو علي بدرخان ومصطفى محرم وطارق المرغني، إنتاج 1986. نتكلم على مخرج الفيلم علي بدرخان. علي بدرخان من مواليد القاهرة عام 1946، اتخرج من المعهد العالي للسينما بالقاهرة عام 1967، وكان من ضمن الدفعة المميزة اللي ضمت خيري بشارة وداوود عبد السيد وحسام علي وأنسي أبو سيف. بعد التخرج اشتغل مع والده المخرج أحمد بدرخان، واحد من المخرجين الرواد في السينما المصرية. بعد كده اشتغل مساعد مع فطين عبد الوهاب، واشتغل مساعد ليوسف شاهين في فيلمين. بعد كده عمل أول أفلامه عام 1973 الحب الذي كان. بعد كده كان النجاح في الكرنك. بعد كده عمل الفيلم الرائع شفيقة ومتولي، وعمل فيلم المهم جدا أهل القمة. وبعدها عمل تحفته وموضوع حلقتنا اليوم الجوع. الجوع فيلم مستلهم عن ملحمة الحرافيش لنجيب محفوظ، أعظم أديب مصري وعربي، الحاصل على جائزة نوبل في الآداب وصاحب المكانة العالمية. وتعتبر الحرافيش من أعظم أعماله، واحد أعظم الروايات العربية، وهو رواية لها مكانتها في الأدب العالمي في القرن العشرين. وهي رواية تدور عبر أجيال، 10 أجيال، وكل جيل له قصة. احنا أمامنا 10 قصص. القصص 10 دول لما بنقراهم كلهم بيتكاملوا مع بعض، بيدونا معنى معين، بيدونا أفكار معينة، بيدونا روح معينة عايز يوصلها لنا نجيب محفوظ. طيب، هل إن أنا اخد لما احولها الفيلم اخد رواية من 10 دي علشان اعبر عن معنى وروح الرواية؟ هل رواية واحدة هتنفع انها تعبر عن اللي بيعبروا 10 مجتمعين؟ صعب. في ناس عملوا كده، في ناس خدوا روايات يعني قصص من 10 اللي موجودة في الرواية وحولوها أفلام، لكن لم تعبر عن معنى وروح الرواية، وكانت أفلام رديئة جدا الحقيقة. طيب، كتاب السيناريو في الفيلم ده علي بدرخان ومصطفى محرم وطارق المرغني عملوا ايه؟ حلوا المشكلة دي ازاي؟ الحقيقة هم عملوا تجربة ومغامرة رائعة، أنتجت لنا فيلم عظيم وتجربة مهمة تستحق التوقف أمامها في المعالجة السينمائية للنص الأدبي. هم قدموا سيناريو لا يلتزم بقصة محددة من قصص ملحمة الحرافيش، لكن الأحداث والشخصيات اللي في الفيلم هنلاقيها خليط مستلهم من قصص مختلفة جوه ملحمة الحرافيش. يعني شخصية فرج الجبالي مثلا هنلاقي فيها كتير من أكتر من شخصية في الرواية، وهنشوف وقائع وأحداث موجودة في قصص مختلفة في الرواية لكن موجودة في الفيلم. بس كل ده اتعمل بشكل مبني صح وبشكل مترابط يعبر عن روح رواية نجيب محفوظ. ولازم نفهم ان اللي عملوه مش مجرد كوكتيل سمك لبن تمر هندي، دول عملوا سيناريو مبني دراميا صح، الشخصيات مرسومة صح، التطور في الأحداث والتطور والتغييرات اللي بتحصل في الشخصيات مكتوب صح. شخصية
فرج الجبالي نفسها بتعقيداتها النفسية وانفعالاتها كانت مكتوبة صح قوي. تطورها وتحولها من إنسان طيب إلى شخص مستبد، مشاكله النفسية واضطراباته، علاقته بأمه وتأثير علاقته بأمه عليه، وتأثير ماضي أمه عليه، والتغير اللي بيحصل له لما يفقد أمه، وعلاقته بالبنت اللي بتشتغل في البوظة اللي هي قريبة من شخصية أمه لأن الاتنين كانوا فتيات ليل. كل ده كان معمول صح قوي 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 قوي، مرسوم صح قوي قوي قوي، على الرغم من انه هو متاخد من اكتر من شخصية والاحداث نفسها من اكتر من حدث في الرواية، لكن كل شيء مظبوط ومعمول صح. ودي كانت عبقرية منهم، ازاي جمع حاجات من كل الرواية، سواء شخصيات سواء احداث، ورسمها بالشكل المظبوط ده قوي. ده كان شغل عبقري. الحوار في الفيلم كان قوي ومعبر. حوارات سعاد حسني مع عبد العزيز مخيون عن الناس، وهل هم يستحقوا عما يقع عليهم من ظلم بسبب استسلامهم، عن العدل وليه ربنا سايب ناس ظلمة ومستبدة، وليه العدل ما يسودش بين الناس. حوارات مكتوبة حلو وفيها تلقائية من غير أي نوع من الخطابية. الحوارات مثلا محمود عبد العزيز وهو بيتكلم عن نفسه وعن صراعاته وعن تناقضاته، حوار كان عميق جدا ورائع وفي نفس الوقت بسيط. وهنلاقي ان بعض الحوارات دي متاخده من اكتر من قصة في الرواية وفي مواقف مختلفة، لكن على الرغم من ده بنلاقيها طبيعية ومش مقحمة على القصة ومناسبة للشخصيات اللي بناها السيناريو. وده كان عبقري جدا في الفيلم ده. الجوع فيلم بيعبر عن رواية الحرافيش، بيعبر عن أفكارها وروحها ورسالتها، والشخصيات والأحداث اللي فيها مستلهمة من رواية الحرافيش، لكن الشخصيات والأحداث دي مش موجودة في رواية واحدة من ملحمة الحرافيش. يبقى للأمانة لازم نختار اسم مختلف عن الملحمة نفسها، عن اسم الملحمة نفسها اللي هو الحرافيش، أو عن اسم من أسامي القصص العشرة اللي جوه الملحمة. حتى أسامي الشخصيات تتغير، الناجي يبقى الجبالي. لا، وده كان تصرف فيه ذكاء وفيه أمانة من صناع الفيلم. احنا بنستلهم فيلم من رواية علشان نعبر عن روحها ونعبر عن أفكارها، مش بننقلها حرفيا. ودي كانت حاجة مميزة جدا في الفيلم. احنا مش بننقل حرفيا بدون فهم، وده بيحصل كتير احيانا على فكرة في افلام كتير تحولت عن روايات. تلاقيه مثلا ناقل احداث وناقل حاجة لكن ما بيعبرش عن الروح او الفكرة اللي كانت في الرواية. افلام كتير حاولت وفشلت، لكن الجوع عمل تجربة رائعة جدا يستحق التوقف أمامها في معالجة النص الأدبي وتحويله لفيلم سينمائي. نتكلم على الصورة في الفيلم، وهنبتدي بالديكور. الفيلم بيدور أحداثه في القرن ال19 في حارة مثل ملحمة الحرافيش، زي ملحمة الحرافيش القرن ال19 وفي حارة، والحارة هي البطل، لأن الحارة هي المكان اللي موجود فيه الأبطال وأهله بيعانوا من الظلم والاستغلال وبيحلموا فيه بالعدل والكرامة. الحارة هي بطل
الكل بيحلم ان المكان ده يبقى افضل، فهي الحارة مهمة جدا، ولذلك ديكور الحارة مهم جدا جدا، وبالتالي احنا محتاجين مهندس ديكور كبير. علشان كده تم اختيار صلاح مرعي. وصلاح مرعي اسم كبير في الديكور في السينما المصرية. صلاح مرعي تلميذ النجيب لشادي عبد السلام، عمل معاه ديكور الموميا، واشتغل مع توفيق صالح، واشتغل مع علي عبد الخالق، اشتغل مع توفيق صالح في المتمردون، اشتغل مع علي عبد الخالق في اغنية على الممر. فهو اسم كبير قوي. وعشان تعمل فيلم زي ده الديكور فيه عنصر اساسي ومهم جدا، انت محتاج واحد زي صلاح مرعي. اول الفيلم التترات، هنشوف لوحات فنية مرسومة باليد تطلع عليها التترات. من ضمن اللوحات دي لوحة للمصور الاسكتلندي ديفيد روبرتس، بتصور سبيل رؤية دودو اللي في سوق السلاح في الدرب الأحمر، رسمها أثناء زيارته لمصر سنة 1838 يعني تقريبا. الفترة دي كان في كتير من الرسامين الأوروبيين كانوا بيجوا مصر ويعملوا لوحات بتصور القاهرة، الحواري، المباني، الحياة اليومية فيها للقاهرة. واللوحات دي بتعتبر مصدر تاريخي وبصري مهم للقاهرة في تلك الفترة. طبعا في نقد بيتوجه لهذه اللوحات ان فيها نظرة غربية استشراقية، لكن على الرغم من كل ده هي تعتبر مصدر مهم. الصور بتاعت المستشرقين لحواري القاهرة في القرن التاسع عشر دي، لما بيحطها لنا على التترات بترجعنا لورا، بترجعنا للزمن. اول ما تخلص التترات كات بنلاقي لقطة لحارة، ديكور مبني الحارة، والحرافيش اهل الحارة بيتحركوا فيها، والكاميرا بترجع لورا تكشف لنا المكان. الديكور اللي بناه صلاح مرعي، قعد لنا الحارة المصرية بتاع القرن ال19 تاني. صلاح مرعي ادى الحياة للوحات المستشرقين، حول اللوحات بتاعت المستشرقين اللي طلعت للتترات دي لواقع قدامنا. احنا هنشوف في ديكور الفيلم ده حارة، يعني رجعنا للقرن التاسع عشر، وبنشوف الملابس عاملة ازاي، بنشوف بيوت الأعيان، وفي نفس الوقت بنشوف بيوت الحرافيش الفقراء. صلاح مرعي عمل يعني حاجة رائعة جدا 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 جدا. وفي فيلم زي ده انت ما ينفعش معاك الا مهندس ديكور زي صلاح مرعي. ومعانا مدير التصوير محمود عبد السميع. محمود عبد السميع مدير تصوير مهم ومدير تصوير كبير وموهوب، واحنا اتعرضنا لشغله في حلقة العوامة 70 وحلقة الصعاليق. هو اشتغل مع مخرجين الفترة دي زي خيري بشارة وداود عبد السيد ورأفت المين. في الجوع محمود عبد السميع بيعمل حركة كاميرا هادية ومنسابة بتعرض لنا الحياة في الحارة، وبتستعرض الأماكن كويس جدا، والزوم اللي بيعمله على الممثلين بيتعمل بنعومة وبحركة في منتهى الرقة. أما الإضاءة، هو اشتغل محمود عبد السميع على مساحات النور والظل في الكادر. احنا في القرن ال19، الإضاءة بالشمع ولمض الجاز، هو احترم مصدر الإضاءة بتاعته كويس في المشاهد. فهنشوف مشاهد بيغلب عليها الإظلام وفيها مساحات ضوء. هو عارف يستغل ده كويس جدا، ويستغل التباين بين النور والظل انه يعمل لنا صورة معبرة وبتخلق مود وجو، حالة عامة في الفيلم. وفي نفس الوقت
كل اللي بيعمله ده من التباين بين النور والظل والاضاءه بتاعته، والديكور وحركه الكاميرا والديكور، كل ده شغله مع الديكور، الاتنين متكاملين مع بعض بيخلقوا لنا صورة حلوة جدا. حركة كاميرا محمود عبد السميع مع ديكور صلاح مرعي، الوان الديكور اللي مستخدمها صلاح مرعي مع اضاءة محمود عبد السميع، عاملين هارموني حلو قوي قوي. الاتنين تكاملوا مع بعض في الفيلم ده تحت قيادة مخرج كبير هو علي بدرخان. الموسيقى التصويرية في الفيلم عملها جورج كازازيان، وهو موسيقار مصري من أصول أرمينية، وعنده بصمة مختلفة في الموسيقى بتاعته. هو اشتغل مع شادي عبد السلام في الأهرام وما قبلها، واشتغل مع محمد خان في زوجة رجل مهم، وهو له أسلوب متفرد، وعمل مزيكا بترجعنا لزمن الأحداث، وفي نفس الوقت ليها يعني بتدي طابع ملحمي شوية، أجواء ملحمية تتناسب مع أجواء رواية الحرافيش، وقدرت تعبر عن أفكار الصراع من أجل العدل والكرامة. مزيكا مختلفة ومعبرة وصح، وليها بصمة متفردة، مزيكا كانت متوظفة صح، عملها جورج كازازيان في الفيلم ده. وفي نفس الوقت عندنا عنصر مهم جدا وهو عنصر المونتاج لعادل منير، وعادل منير اسم كبير في المونتاج، عمل مونتاج منساب جدا جدا جدا، ماشي سموث، في ايقاع حلو قوي، عارف يظبط عادل منير ايقاع الفيلم، فكان المونتاج مميز جدا في الفيلم ده. نيجي لعلي بدرخان مخرج الفيلم. علي بدرخان في الفيلم ده كان مايسترو بارع، بيقود اوركسترا في عازفين مهرة، ومعاه لحن حلو قوي يتمثل في سيناريو رائع شارك هو في كتابته، وبالاوركسترا اللي معاه وبقيادته لهذا الاوركسترا بيقدم لنا اجمل سيمفونية. علي بدرخان عمل ميزون سين هايل، عمل حركة كاميرا مع حركة ممثلين في مساحة ديكور عظيم ومعبر بتاع صلاح مرعي، مع موسيقى كازازيان والإضاءة الرائعة وحركة الكاميرا بتاعت محمود عبد السميع، والمونتاج المنساب السموث لعادل منير. هو وظف كل ده، عارف يوظف كل ده ويقدر يخلق حالة هارموني وتكامل بين كل العناصر الفنية بتاعته. كان متمكن جدا 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 علي بدرخان، كان رائع جدا في الفيلم ده، وإدارته للممثلين كانت مميزة جدا. لما نشوف مثلا المشهد الأخير في الفيلم والحرافيش قاعدين بيعملوا نبابيت لنفسهم، علشان الحرافيش قرروا انهم يدافعوا، هم اللي يدافعوا عن نفسهم، ومفيش فتوة يستبد بيهم ولا اعيان تستغلهم، ايقنوا انهم القوى الحقيقية. هو بيعملوا ده وبياخدوا عيدان الشجر وبيعملوا منها نبابيت، واحد الاعيان ماشي بالحمارة بتاعته ورايح عشان يجيب فتوة علشان يواجههم. المعركة ما انتهتش، لكن الحرافيش عرفوا قوتهم وعرفوا قدرتهم ان هم يقدروا يقفوا ويدافعوا عن حقوقهم بنفسهم. ودي كانت الرسالة بتاعت نجيب محفوظ في ملحمة الحرافيش، اللي قدر علي بدرخان يعبر عنها سينمائيا في الفيلم ويقدمها لنا بشكل بليغ جدا 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 في المشهد الأخير ده. مشاهد محمود عبد العزيز اللي يعبر فيها عن مشاعره والتحولات اللي بتحصل له، بنشوف فيها تمكن من علي بدرخان في استخدام كل الأدوات بتاعته، من ديكور
وحركة كاميرا ومونتاج وإدارة ممثلين. احنا في المشاهد دي بنشوف فيها مخرج متمكن موهوب في أعلى حالاته وبيقدم تحفته السينمائية. علي بدرخان عمل معجزة في الفيلم ده، أخد أهم رواية لأهم أديب مصري وعربي وعبر عنها سينمائيا من خلال معالجة مختلفة وشجاعة وفيها مغامرة حقيقية. هو ما نقلش الملحمة بشكل مباشر، خلق قصة مستلهمة من ال10 قصص بتاعتها، عبرت عن روحها بشكل رائع وحرفية ولغة سينمائية جميلة. ولما نتكلم على أداء الممثلين هنلاقي أداء رائع من عبد العزيز مخيون ويسرى وسناء يونس، ومعانا سعاد حسني اللي مفيش كلام عليها، لكن اللي ينبغي ان احنا نتوقف امام ادائه هو محمود عبد العزيز. ما اظنش ان انا هكون مبالغ لو قلت ان اداء محمود عبد العزيز في الجوع يعتبر من افضل ادواره في مسيرته الفنية بجانب الكيت كات وسع عليك. شخصية بتمر بتحولات عنيفة وفي نفس الوقت عندها عقد وعندها مشاكل من الماضي بتاعها، شخصية نفسية مركبة عندها طاقة غضب وانفعالات كتير. محمود عبد العزيز أداها بتمكن، ما وقعش في فخ المبالغة في إظهار الانفعالات، أداء فيه تمكن وفيه حرفة عالية جدا. الجوع في وجهة نظري تحفة سينمائية من سينما الثمانينيات، نموذج يدرس في المعالجة السينمائية للنصوص الأدبية. فيلم فيه تكامل رائع بين كل العناصر الفنية من ديكور، مونتاج، موسيقى وإدارة ممثلين. فيلم بيجمع بين مجموعة كبيرة من النجوم، محمود عبد العزيز، سعاد حسني، يسرى، وكل ده تحت إدارة مخرج في أعلى حالاته الفنية، مخرج كبير ومخرج موهوب، علي بدرخان، اللي كان أشبه بالمايسترو، اللي شارك في كتابة السيمفونية الرائعة وقاد الأوركسترا وعمل لنا عمل فني كبير ورائع، عمل فني مأخوذ عن عمل أدبي كبير، رواية من أعظم وأفضل الروايات العربية لأعظم أديب عربي وهو نجيب محفوظ. وعشان كده الجوع أخذ مكانته المستحقة وسط كلاسيكيات السينما المصرية. وإلى اللقاء، وما تنسوش الاشتراك في القناة.